الكرة الانطلاقة الحاضرة، يا سلام، هذه فرصة ومحاولة. محمد العكش بعرضية، الله، رسامهم يأتي بأول الأهداف. يا سلام يا سلام، تسكت منه، احنا ما نسولف، احنا نتكلم ونسجل في أرضية الميدان. أحمد موسى يأتي بأول الأهداف ليشعل المدرجات الحداوية. يا سلام، بأول الأهداف الحد يتقدم بالنتيجة. الشرارة الأولى في ديربي المحرق وصلت من أحمد موسى. أول في هذه المباراة الكرة بدأت من أحمد موسى إلى محمد العكش، هذه العرضية، يا سلام يا سلام، طريقة العالميين يا عالمي يا أحمد موسى. عرضية جميلة إلى أحمد موسى. غالية الحداوية بطبيعة الحال جايين وكلهم عزم وإصرار. وأذكر هنا بأن اللائحة الذهبية لدوري نصر بن حمد الممتاز للفرق اللي فايزة بدون خسارة هي تشمل أيضا والبحث عن الكرات المباغتة لمحمد العكش. الآن يمر العكش القادم من الفيصلي، التسرع من محمد العكش، والتسديدة كانت مبكرة شيئا ما. ماذا لو توقع يوسف بن سودة لاعب الصندوق اللي يجي الضربات بالراس. خطيرة كانت محمد العكش اللي هرب من دفاعات الرفاع، ولكن جدا الخطورة قد تكون موجودة في هذه اللعبة. ولكن يوري في تراجع محمد العكش، لاحظ الذكاء ولاحظ الانضباط ولاحظ الالتزام. 25 دقيقة أعزائي المتابعين، وتركيز كبير لفريق الحد أمام. يحتاجون التركيز، يحتاجون تمرير هاي الثواني لامتصاص حماس لاعبين الرفاع اللي انتقلوا بكل قوة. خطيرة هذه الهجمة، خطير هذا التدخل، خطير محمد العكش، ولكن باحتكاك مع حارس المرمى وإشارة من عمار محفوظ اللي أشار بأن الكرة إلى جزاء. عيسى موسى لاحظ اللقطة هذه، لاحظ محمد العكش حاول يوضح بأن هناك تدخل، ولكن الداوية يواجهون ضغط وسيل الرفاعي من وادي الحنانية. إبراهيم أتاندياي هل يعبر الآن الرفاعي إلى الشباك. يا سلام يا سلام على التمركز، يا سلام على التصرف من براء مرعي، يتصرف جيدا ويتمركز بعيدا عن القائم الأول.